النهارده عملنا وصفة حلوة قوي، عملنا طاسة كلاوي كده اسكندراني حلوة قوي. يا ريت حبايبي بقى الاسكندرانية يدخلوا يقولوا لي انا عملت لهم الوصفة حلوة ولا لا. وبعدين عملت جنبها مكرونة وسلطة. يلا ادخلوا شوفوا عملت الفيديو ازاي، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. المقادير بتاعت الوصفة النهاردة معايا هنا كلاوي، انا مقطعاها قطع صغيرة كده عشان هنعملها اسكندراني، وفيها قطع من الدهن صغيرة هي بتبقى لازقة فيها. معايا فلفل اخضر شرايح، معلقة توم مفروم، عصير ليمونة كبيرة هنا، ومعايا هنا فلفل جميل قوي. الفلفل ده بلدي ما بيبقاش حر قوي، فلفلتين كده انا عاملاهم دوائر صغيرين حلوين. التوابل معايا هنا ملح وكمون وكزبره وبابريكا، تقدري تحطي فلفل اسود لو عايزه، تقدري تستغني برضو عن البابريكا بس هي بتدي طعم حلو قوي. عايزه اوريكي حاجه بقى كمان هنحطها في الوصفه. بصي ده قالب زبده، بصي بقى تحبي تجيبي جنة كريستال براحتك النوع اللي بترتاحي فيه. بس هقولك نصيحه بقى، وانتي جايباها وهي بتبقى متلجه خارجه من التلاجة، قطعيها كده قطع صغيره في ساعتها، عشان لو سبتيها تفك منك وتسيح هتيجي تعمليها تبقى مش حلوه، مش هتديكي نفس المكعبات، عشان لو بتستخدميها مثلا في الوصفات زي في المطبخ. بصي اهي وبقالها يومين لسه ما دخلتهاش التلاجة، وشايفه عامله ازاي القطعه ماسكه نفسها. ليه؟ عشان انا قطعتها وهي متلجه على طول. هناخد منها كده مكعبين، هو في الوصفه مفيش زبده بس انا بحب احط مكعبين كده بيدوها طعم حلو قوي، تقدري تستغني عنها وتكتفي بالزيت بس. جبت هوك وحطيتها على البوتاجاز، وبسم الله هنزل كده بمكعبين الزبده واسيبهم لما يسيحوا بس مش هيتحرقوا. لما ساحت هحط عليها كده شويه من الزيت مش كتير، واسيبه يسخن برضو. بعد ما الزيت سخن مع الزبده هننزل كده بالكلاوي بتاعتنا، ومش هقلبها الا ما تاخد لون شويه. بدأت تاخد لون كده شايفين وتدخل في السوا، ابتدي دلوقتي اقلبها. هي ما بتاخدش وقت خالص على فكره. واتاخد كده على جنب، واقوم نازله بمعلقه التوم بتاعتي كده واشوحها. مش هحط التوم الاول عشان ما يتحرقش، لا ويمرر ويبقى طعمه مش حلو. خلاص شوحناه كده، نبتدي ندخل عليه كده الكلاوي عشان تبقى جميله، واسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض كده شويه، نشوف هنكمل نعمل ايه. خلاص كده بعد ما نزلت ميتها وشربتها بقت جميله جدا. هنعمل ايه بقى؟ حطينا التوابل، وزي ما قلت لك هي ما بتحتاجش توابل كتير، مش اكتر من ملح وكمون وكزبره، وانا حاطه من عندي شويه بابريكا. يلا لو معانا حد اسكندراني بقى يدخل يقول لنا احنا عاملين وصفه صح ولا ايه، بس هي صح 100% انا متاكده. بنزل بالفلفل بتاعي بقى في الاخر عشان مش عايزاه يتهري. تقدري تعمليه مثلا قطع براحتك، انا عاملاه شرايح بحب الشكل ده بصراحه في الوصفه دي. واحط الفلفل برضو الحار، هو مش حار قوي بيبقى حلو. واخر حاجه بقى هنحطها على الكلاوي، ننزل كده بعصير ليمون فريش جميل بس، ونديله تقليبه كده ونطفي وخلاص. خلاص خلصنا الكلاوي بتاعتنا وقدمتها اهيت، شايفه الجمال ما شاء الله عليها. وعملت جنبها مكرونه وطبق سلطه. بصي انت تعملي الحاجه وتزينيها عشان تفتحي نفسهم للاكل كده. والله الاكل احسن من المطاعم واحسن من الاكل اللي بره. بصي كفايه الجمال، المنظر جميل جدا لوحده. يلا جربيه بقى وقولي لي ايه رايك.